واش ما في خباركش باللي كاينه عاده خطيره اغلب ديال الناس كيعيشوها يوميا وما عارفينش بلي هي السبب الحقيقي في الفشل ديالهم؟ هاد العاده اللي هي التاجيل. ديما كتقول غنبدا غدا، غنبدا حتى نهار الاثنين، ولا ما غنبداش من مورا العيد، ولا ما غنبداش نوجد. وديما كيبقى يدور الانسان في واحد الدائره اللي ما كتساليش. والاهم هو انه كيفكر بزاف، كيخطط بزاف، ولكن اخايب حاجه اللي هي ما كيبداش. والمشكل الكبير هو ان التاجيل كيحسسك بواحد الارتياح مؤقت. ملي كتقول ما غنبداش الغدا كتحس بواحد الارتياح اللي كتكون خاوي راسك بلي اليوم ما غتبداش، ولكن انت ما عارفش بلي الساعات كيدوزو، الايام كيدوزو، والاسابيع كيدوزو، وحتى الاشهر. وفي الاخير كتلقى راسك في نفس البلاصه، نفس العادات، نفس الحياه، ونفس الروتين. ومع الوقت كتولي كتقنع راسك وكتقول بلي الامكانيات والظروف هما اللي كيخليوكش تبدا. كتبقى تقول ما عنديش امكانيات، ما عنديش فلوس، ما عنديش اللي يشجعني، ما عنديش معدات، وما عنديش وقت. ولكن كاين الناس اللي بابسط الامكانيات وبداو. كاين اللي بدا غير بتليفون قديم، وكاين اللي ما كيشجعو حتى شي واحد وبدا. حيت الفرق بين الانسان الناجح والانسان اللي باقي في بلاصتو هو واحد بدا وواحد باقي كيتسنى في المعدات. والمشكله في التاجيل هو انه كيقتلك شويه بشويه، كيبدا يقتلك الاحلام ديالك شويه بشويه، كيخليك تشوف حياه ديال الناس كتقدم وانت باقي بلاصتك، وكيخليك كل ليله تسول راسك علاش انا ديما باقي بلاصتي. حيت السؤال الحقيقي هو واش انت كتبدل شي حاجه في حياتك؟ حيت النتائج ما كتجيش فقط بالتمني، بل كتجي بالفعل والانضباط والخطوات الصغيره اللي كديرهم كل نهار. دابا غير تخيل معايا كون بديتي قبل 6 شهور، ولا قبل شهرين، ولا غير قبل شهر، شحال كنتي غادي تتعلم، وشحال كنتي غادي تطور من راسك، وشحال كنتي غادي تكون قريب من الحلم ديالك او المستقبل ديالك. واغلب ديال الناس كيقضوا المستقبل ديالهم بواحد الجمله اللي هي مازال عندنا الوقت. ولكن غلط، حيت الوقت اللي كتضيعو اليوم غادي تندم عليه غدا. حيت كاينه واحد الجمله قاصحه كتقول اما غتضحي دابا ولا غتضحي بالمستقبل ديالك كامل. حيت النجاح ماشي هو موتيفاسيون مؤقت، النجاح هو انك دير الفعل اللي كنتي باغي ديرو واخا ما يكونش عندك النفس. حيت الانسان المثالي ماشي هو اللي كتكون عنده ظروف مماثله، الانسان المثالي هو اللي كيكمل رغم الظروف ديالو. وربما انت دابا تكون كتسنى شي واحد اللي يعاونك، شي شخص او شي مساعده او شي موتيفاسيون قويه، ولكن يمكن الحاجه الوحيده اللي خاصك انت دابا هي تبدا. حيت خطوه واحده احسن من 1000 فكره في دماغك. دير لك اول فيديو، تعلم لك شي مهاره، بدا، غلط ماشي مشكل، حيت من الاخطاء يتعلم الانسان. المهم هو ما تبقاش غير تاجل، حيت حتى واحد ما بدا محترف. هذاك الشخص الناجح اللي كتشوفو انت دابا ناجح، راه في يوم من الايام راه كان حتى هو مبتدئ، وكل الفرق بيناتكم انه هو ما حبش. لهذا الا شفتي هذا الفيديو ماشي غير تحمل 5 دقائق تجي داك الموتيفاسيون ديال البدايه صافي وتسكيب، لا، بل خذ قرار انك دير شي حاجه اللي غادي تعاونك في حياتك وتطور منك وتخلي انه يكون عندك مستقبل زاهر. المهم الدراري، هادشي هو اللي كان معنا في هاد الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك، كومنت، سبسكرايب، وما تنساوش تقول لنا شنو بغيتي نديرو في الفيديو الجاي. وعافاكم ديروا لايك حيت راه الفيديو كنتعبوا عليه بزاف في المونتاج والسكريبت. وشكرا.